السلام عليكم. الزملكاويه خلصوا تحفيل والاهلاويه خلصوا زعل والاستوديوهات خلصت تفاصيل الكوره. فاحنا هنتكلم في حاجات يمكن الاستوديوهات التحليليه ما خدتش بالها منها. انا هتكلم في حاجه حلوه بس في الماتش، ما اعرفش خدتوا بالكم منها ولا لأ. التيشيرتات، تيشيرت الزمالك حلو قوي قوي قوي، وتيشيرت الاهلي حلو ونضيف والخامه نضيفه ما بيبينش العرق زي التيشيرت بتاع منتخب مصر في البطوله الافريقيه اللي فاتت. وفي حتى فرق في اوروبا دلوقتي بتعاني من نفس المشكله. دي الحاجه الوحيده الحلوه في الماتش، والجمهور طبعا. نتكلم عن الوحش. اول حاجه، بعد كل لقطه بيجيب الجماهير. الموضوع بقى مستفز جدا، انت مع الملعب ولا مع الجماهير؟ انا مش عارف هو عنده تعليمات ولا ايه، بس فعلا الحركه دي بقت مستفزه جدا. تاني حاجه، لعيبه الاهلي والزمالك حالقين نفس الحلقه بطريقه غريبه جدا، شكلها وحش جدا. يعني من دخلة الملعب كده تحس ان فيها غلط. طب انا افهم اللعيبه الصغيره اوكي يعملوا الحلاقه زي كده، لكن عبد الله السعيد ده لعيب عنده 40 سنه يعمل حلاقه زي كده؟ الموضوع غريب ومريب وشكلها وحش، يعني هي شكلها وحش وكلنا مجمعين على كده. تالت حاجه، طرد الحسين الشحات، بلانتي اكرم بلانتي، وبلانتي دونجا مش بلانتي. ده على الاقل ده من رايي، والحكم كان في اسوأ حالاته الصراحه. رابع حاجه، طبعا انا قلت مش هتكلم في الكوره، بس لازم اقول ان الشناوي فعلا وحش 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 وحش، واوحش واحد في الماتش بعد امام عاشور. يعني الواحد كان مستني حاجات كتير من امام عاشور، وللاسف ما شافش منه اي حاجه. فالشناوي امام عاشور انا بالنسبه لي اسوأ اتنين لعيبه في الملعب. سؤال الحلقه، هو ليه طاهر محمد طاهر لسه بيلعب في الاهلي؟ حد عنده اجابه؟ يا ريت تقول لي.